انطلاقة بطيئة للأغر من البداية. إذا انطلاقة موفقة أيضا لعدد من 10 من الجهات، بينما هنا أيضا ينطلق ميسور وليتصدر السباق من البداية، بينما يأتي في المركز الثاني. هنالك الشعار الأزرق. لدينا أيضا الجواد بيضا الفلفلة تأتي في المركز الثاني. إذا المركز الثالث هنالك أيضا كول أفريند، بينما المركز الرابع يأتي أيضا جود نيوز ونموذج في المركز الرابع. المرشح الأول في المركز الخامس بلو فيرن. أيضا هنا حتى الآن ميسور أيضا هو اللي يتصدر السباق بقيادة الفارس البرتو سانا، بينما المركز الثاني يأتي كول أفريند. المركز الثالث هنالك بمحاذاة السياج أيضا تأتينا أيضا هنالك يأتي لازال بقيادة ستيفان لاجاج. إذا حتى الآن ميسور لازال هو اللي يتصدر السباق من بدء الانطلاقة وحتى هذه اللحظات. كول أفريند يأتي في المركز الثاني، بينما نموذج بمحاذاة السياج يأتي في المركز الثالث. بلو فيرن يأتي في المركز الرابع، بينما جود نيوز في المركز الخامس. إذا هنا الدخول في المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، ولا زال ميسور هو اللي يتصدر السباق الآن، وثم يأتي نموذج في المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك انطلق كول فريند بالشعار الأسود، والمركز الرابع هنالك أيضا جود نيوز. إذا هنا انطلاقة نموذج بدأ في الانطلاق في آخر 300 متر، بينما هنا نموذج وبلو فيرن أيضا قادم من المسار الخارجي. إذا أيضا هنا نموذج بمحاذاة السياج وجود نيوز، وهنا القادم أيضا بقوة بلو فيرن. أيضا فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا جود نيوز بقيادة جيمي كوين، بينما بلو فيرن أيضا قادم لافتتاح هذا الشوط. فعلا جود نيوز بطل الشوط الثاني من هذه الأمسية. نتيجة الشوط الثاني، حيث أحرز المركز الأول جود نيوز جيمي كوين، المركز الثاني بلو فيرن بريت دويل، المركز الثالث كول فريند أندرو إليوت، بينما المركز